السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشراكة المغربية ودول الساحل والولوج ديال دول الساحل للمحيط الأطلسي عبر المبادرة الملكية اللي قدمها المغرب، مبادرة مهمة جدا لا رجعة فيها وتاريخية. هذه المبادرة هي فرصة مهمة جدا لإفريقيا، لدول الساحل، باش تقول ها حنايا والانفصال على المطامع الاستعمارية للدول اللي استغلت الثروات ديالها واليد العاملة ديالها لمدة سنين. الإخوان والأخوات، مبادرة مهمة جدا. هذا هو موضوع ديال الحلقة اليوم. الإخوان والأخوات، كيف ما كتعرفوا، هاد الشراكة هذه أو هاد المبادرة هذه إن شاء الله بإذن الله اللي غادي تكون وتم التقديم ديالها، وما كاينش الدولة اللي رفضت هاد القضية هذه. كاين واحد الموقف ديال موريتانيا. ان شاء الله باذن الله كنتمنوا من الله من موريتانيا تنضم هاد الشراكة هذه وما تنسخش للامتلاءات ديال الدول للمعادية للمصالح ديال افريقيا وللمعادية للمصالح ديال المغرب والسيادة ديال المغرب على الأقاليم ديالو، وكنعنيو بها الدولة ديال الجزائر. مبادرة تاريخية الإخوان والأخوات. ملي كنتكلموا على الجزائر، هزيمة أخرى للنظام الجزائري وصفعة إفريقية هذه المرة ماشي تاريخية للجزائر. أكثر من 50 سنة الإخوان والأخوات تدخل الجزائر في المصالح ديال الدول ديال الساحل في إطار البعد ديال الجزائر الجيوسياسي ديالها. هذه المبادرة هذه غادي نتكلموا فيما يخص الإيجابيات ديالها، وهي كاملة إيجابيات، لا توجد نقط سلبية فيها، ما كاينش شي نقطة سلبية. مبادرة ديال الشراكة الاقتصادية وفتح منفذ بحري لدول الساحل على المنفذ ديال البحر المحيط الأطلسي. كما كتعرفوا الإخوان والأخوات، الدول ديال الساحل وكنعنيو بها تشاد، بوركينا فاسو، مالي والنيجر كتعيش مغلقة أو في واحد العزلة. هاد الدول هاد الدول ما عندهاش منفذ على البحر. علاش ما عندهاش منفذ على البحر؟ لأنها جات في الوسط ديال إفريقيا، وعمر شي دولة ما قدمت شي مبادرة باش يكون عندها الولوج إلى الماء باش تكون استفادة لها والمواطنين ديالها. حكمة وحكامة في هذه المبادرة الملكية السامية بكل ما تقوله من معنى. أكثر من 50 سنة الإخوان والأخوات، والتدخل الجزائري في المنطقة وفي المصالح ديال هذه الدول أصبح جليا وباين، وأن فرنسا تستعمل الجزائر في ضرب المصالح ديال الدول ديال إفريقيا. هادشي ماشي ضروري تسمعوه مع شي واحد، لأن شرح المبينات من المفضحات. مهمة جدا هاد القضية ديال الإخوان والأخوات. فقط خصنا نشوفوا موريتانيا. ناصر بوريطا قال بأن في القريب العاجل موريتانيا غادي توافق على هاد الشراكة. علاش موريتانيا؟ لأنه جغرافيا ما يمكنش تكون، وحتى سياسيا ما تكونش هاد الشراكة هادي إذا ما كانتش موريتانيا، لأن موريتانيا جات في النقط ديال الحدود بين دول ديال الساحل والمغرب، وهي الفاصل. ما يمكنش يدوزوا بشي طريقة أخرى وما يدوزوش على موريتانيا. حتى الساعة موريتانيا ما أكدتش إياه، ولكن عندنا أمل بأن الشعب الموريتاني الشقيق أنه ينضم هاد السياسة هذه أو هاد المبادرة هذه، لأن غادي تعود بالخير على موريتانيا، على المغرب، وأكثر هو ديال الدول ديال الساحل. هاد المبادرة هذه ماشي غادي نقول غير مبادرة بين عشية وضحاها غادي نشوفوا النتائج ديالها، لا. هاد المبادرة كتبغي بنيات تحتية قوية وقوية جدا، وهاد البنيات التحتية ما غتكونش غير في المغرب. صحيح أن المغرب غادي في هاد الطريق هذه، ولكن خص يكون ربط طرقي وسككي وبحري بين جميع هاد الدول، وهي ميزانية ضخمة جدا في هاد القضية. المغرب فيما يخص البنية التحتية، كيف ما كتعرفوا، الميناء ديال الدخلة غادي يكون أكبر، تقريبا ما يناهي أكبر ميناء في إفريقيا هنايا، من الأوائل ديال الميناءات في العالم. غادي يكون رهن الإشارة ديال الدول ديال الساحل.
الطرقات السيارة والسكك الحديدية المغربية حتى هي بغاوها الدول ديال الساحل هي موجودة. سياسة الرابح جنوب جنوب غادي نربحوا كاملين بينا، ما غنبقاو متابعين حتى شي قوى استعمارية اللي غادي تستغل الشعب ديالنا والخيرات ديالنا والإرادة ديالنا، الإرادة الإفريقية. وإفريقيا عندها من النوابغ، أؤكد وكنسطر على هذه الكلمة هذه، ومن المقدورات البشرية الهائلة أنها تكون في الأوائل ديال الأمم ديال العالم. الإخوان والأخوات، إفريقيا قالت نعم، انفصلت على الدول الاستعمارية خاصة فرنسا، أنها استغلتهم بشريا اجتماعيا اقتصاديا سياسيا، وهذا الوقت هذا صافي غنهزوا الراس، صافي إفريقيا مع بعضياتنا اليد في اليد. والمغرب قال لهم ها ما بغيتم الماء المنافذ ها هي موجودة، نعملوا يدنا في يدكم ونتعاونوا مع بعضياتنا ونهزوا الراس، ما بقاوش ديما حنين الراس وتابعين وحدين اخرين في القرارات ديالو في السياسات ديالو استغلنا. لا، هذا الوقت نقولوا ها حنايا موجودين، واللي بغانا مرحبا واللي ما بغاناش مرحبا. فالمغرب شنو غادي يربح من هذه القضيه هذه؟ المغرب هو بكل صراحه الربح الكبير هو اللي مد اليد المغرب لهذه الدول هذه، لانها كتعيش مغلقه في واحد الاطار ما عندهمش منفذ بحري، ما كايناش بنيات تحتيه، رغم انهم عندهم من المواد الطبيعيه الكثير والكثير. المغرب اللي غادي يربح من هذا الشيء هو اليد العامله، غادي تكون غتخدم في الصحراء المغربيه واحد شكل كبير وماشي بعيد. الاخوان والاخوات، المغرب يبقى يتعاقد مع اليد العامله الافريقيه، لان المستقبل ديال المغرب هو الواجهه الاطلسيه، وكنأكد على هذه الهضره هذه الاخوان والاخوات. غادي يكون واحد البعد تجاري كبير في الصحراء المغربيه، اذا اليد العامله غادي تكون كبير. السياده ديال المغرب على الصحراء ديالو غتزيد تاكد، راها كاينه وغادي تزيد تاكد، ولكن اللي غادي يهم بزاف هو الدول ديال الساحل. هاد الدول هذه ضروري وضروري خاصها تروج للمنتجات ديالها فيما يخص الاستيراد والتصدير، ما عندهاش منفذ. فحاليا هي اما كتمشي عبر الطائرات او عبر الدول وكتخسر، ما كتربحش في هذه القضيه بزاف. فعبر هذا المنفذ هذا البحري ان شاء الله في اطار الشراكه والمبادره الملكيه المغربيه غادي يكون عندهم ولوج، ومرحبا بهم مرحبا بهم يروجوا الميناء كاين ديال الدخله، وغادي يكون كبير وكبير بزاف اللي غادي يسع المنتجات ديال عدد كبير ديال الدول. وهذه المبادره هذه اكيد جدا ان شاء الله باذن الله الاراده كاينه، فقط خصنا نشوفوا غير موريتانيا. بلا موريتانيا ما غتكونش هذه الشراكه هذه، لانها جات في النقطه ديال الحدود، ولكن عندنا امل بان موريتانيا غادي تدخل في اطار هذه المبادره وفي اطار هذه الشراكه. هاد الشراكه مع الوقت ان شاء الله ما غتبقاش محدوده غير على دول ديال الساحل، غادي يدخلوا دول اخرين، لان كاين دول اخرين في افريقيا على عزله، وغادي يكون فيها واحد الخير كبير وكبير جدا للدول ديال افريقيا والمواطنين ديالها. التدخل ديال كنت قلتها في واحد الفيديو انا ملي بدا الانقلابات فيما يخص مالي والنيجر، قلت لكم اكيد واكيد بان كاين تدخل جزائري في هذه القضيه هذه الاخوان والاخوات، والوقت نهار على نهار كيبين هذا الشيء. الرئاسة الجزائرية وزارة الخارجية سحبت السفير ديالها ديال مالي من الجزائر ونادته للتشاور. علاش؟ لأن تبين بأن الجزائر عندها تدخلات فيما يخص الشؤون الداخلية ديال مالي، وكتمول المرتزقة وكتمول الارهابيين في هذيك المنطقه، وبالتالي هذيك المنطقه كما كتعرفوا الاخوان والاخوات ما كتعيش واحد استقرار امني، وهادشي راه معروف في العالم كامل، والسبب ديالهم هو الجزائر. مرة أخرى صفعة أخرى دبلوماسية جيوسياسية للجزائر، خاصة أن المطامع ديال الجزائر الأخوان والأخوات وهادشي معروف دابا، أصبح الخبر ما بقاش عاد نقلبوا عليه، هادشي بقى أصبح واضح، أو غير بالسياسات ديال هادوك الدول بقى باينة. الجزائر دائما أرادت منفذ على البحر الأبيض المتوسط، على المحيط الأطلسي عفوا، دائما بغات واحد المنفذ عبر استعمال البوليزاريو لهاد القضيه هادي. ما كملاش هاد القرار، عمره ما غادي يكون،
والمغرب هاد السياسة هادي غادي يزيد يعيش الجزائر في العزلة ديالها. جيوسياسيا ضربة أخرى مهمة للجزائر، لأن المغرب وهذه معروفة في السياسة ديال الدول ماشي غير كتحمي الحدود ديالك، كتحمي ما وراء الحدود ديالك في إطار الاتفاقيات الأمنية والسياسية والجيوسياسية مع الدول. صفعة مهمة أصبح جليا الإخوان والأخوات، وهادشي شفتو اليوم أنا في كلمات عدة مسؤولين أفارقة، أن الجزائر كتدخل بواحد الشكل كبير في السياسات ديال دول الساحل. نقطة أخرى، الجزائر من دائما ماريونيت أو لعبة في دي النظام الفرنسي لزعزعة الاستقرار ديال الدول ديال المنطقة، وكتلعب لصالح فرنسا، وبطبيعة الحال كتدي الكوميسيون ديالها. إذا هذه صفعة أخرى للمغرب للجزائر في إطار السياسة ديال الرابح جنوب جنوب، كاملين غادي نربحوا. المغرب عطاهم الماء، ها البحر، البنية التحتية موجودة، اللي بغانا مرحبا. المصالح إقليمية حتى هي محمية ديال جميع الدول، والمغرب كيف ما أكدوا المسؤولين الأفارقة هو صديق لجميع الدول ديال الإفريقية من قديم، ماشي عاد دابا. ولكن المهم في الكلمة ديال واحد الرئيس على ما أظن ديال بوركينا فاسو، قال حرفيا بأن المغرب صديق ديال الدول في الخايبة وفي المزيانة، في لو مال اي لو بيغ، مد اليد ديالو المغرب. هذه تقريبا ما يناهز 50 سنة والجزائر كتأثر على دول الساحل سياسيا ودبلوماسيا، وباغا تزعزع الاستقرار ديال المغرب، وهادشي ما قدتش عليه، ودائما هزيمة وراء هزيمة سياسية دبلوماسية، حتى أن بدات كتعيش الجزائر في واحد العزلة كبيرة بزاف. المغرب مستعد لوضع جميع البنية التحتية ديالو، البحرية الطرقية والسككية، رهن إشارات ديال دول الساحل، مرحبا بهم، ومبادرة ملكية شريفة مغربية نزيهة اللي كتبغي الخير للناس. وهيدا خصهم يكونوا الدول، ماشي الاستغلال ديال الآخر اللي تبغيه لراسك تبغيه لدولة أخرى. الدول حاليا طبيعة الحال باغا منفذ على البحر للتواصل، وهذا التواصل هذا ضروري غادي يكون عبر الصحراء المغربية، وهو فوز كبير آخر للمغرب ولإفريقيا. حان الوقت باش نهزوا الراس، باش نقولوا ها حنايا تشاد، بوركينا فاسو، نيجيريا ومالي، وضروري ضروري تكون تا موريتانيا، لأنها كاينة هي في النقطة ديال الحدود. إذا خبر مهم جدا، والصحراء المغربية الإخوان والأخوات كينتظر واحد المستقبل كبير كبير جدا تحت الرعاية السامية ديال الملك صاحب الجلالة الملك محمد السادس. المغرب والوجهة ديالو الأطلسية هي مستقبل، والصحراء المغربية هو المستقبل ديال المغرب. وهنيئا هنيئا لكم، وكانت اجتماع استثنائي تاريخي بين المغرب وهاد الدول هادو، ما خصهمش يضيعوا هاد الفرصة هادو. الله يسر الأمور للمغرب وجميع الدول الإفريقية. المغرب كما العادة، وأنا كمغربي كنقولها، اليد ديالنا محلولين، مرحبا بكم لبلادكم الثاني للمغرب، وإن شاء الله يكون غير الخير. الإيرادات ملي كتكون إيرادات إفريقيا ما كاينش اللي يوقفها. كومبارتيو هاد الخبر، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.